بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، على هامش بطولة الجمهورية لألعاب القوى الكبار لنا لقاء مع كابتن ياسر داوود رئيس جهاز ألعاب القوى بالنادي الأهلي العريق، وبطلتنا بطلة مصر والعرب في سباق 3000 متر موانع و2000 متر موانع، وصاحبة الأرقام القياسية ملك عبد الغني إبراهيم لاعبة النادي الأهلي وابنة المنيا. أهلا بحضرتك كابتن ياسر. اهلا بيك كابتن اسامه، اهلا بيكم، سنه طيبين. وحضرتك طيب. بطلتنا اهلا بيك. اهلا بحضرتك كابتن اسامه. كابتن ياسر داوود، النجاح الملحوظ، ويمكن مش عايز اقول كلمه اكتساح للنادي الاهلي لجميع المراحل العمريه. الف مبروك، بهني حضرتك الاول، وكلمنا عن منظومه النجاح داخل النادي الاهلي في العاب القوى. الله يبارك فيك. منظومه النجاح في النادي الاهلي الحمد لله متوارثه جيل بعد جيل، والحمد لله احنا محافظين على المركز الاول باستمرار في جميع المراحل السنيه وجميع المراحل العمريه وجميع الاجيال اللي جايه واللي لسه هتيجي ان شاء الله. طبعا الاستقرار والثبات ده جاي نتيجه جهد وعرق من جميع العاملين بهذا القطاع، لاعبين ومدربين واداريين ودكاتره ونشاط رياضي وعاملين وحاجات كتير قوي قوي معروفه عن النادي الاهلي. والحمد لله لينا الشرف ان يعني اي منتخب فيه احنا 80% من قوامه من لاعبي ولاعبات النادي الاهلي، واديكم شايفين يعني النتائج الحمد لله. كابتن ياسر، خلينا نتكلم بقى هنا عن بطلتنا ملك عبد الغني، صاحبة الأرقام القياسية الصاعدة بقوة في سباقات الموانع. ملك، بنقول لك ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك كابتن اسامه. ملك، شفنا سباقات الموسم ده جميلة جدا وأرقام مصرية اتحطمت، وميدالية في البطولة العربية في الطائف بالمملكة العربية السعودية، وكانت ميدالية عزيزة في سباق الموانع اللي يمكن احنا كنا بعيد عنها سنوات قادمة، سنوات ماضية، وخاصة ان دول الشمال المغرب والعربي هي متفوقة بيها. كلمينا عن الأرقام القياسية وإعدادك لهذه الأرقام التي تحققت هذا الموسم. هي كانت الفترة اللي فاتت بصراحة فترة صعبة جدا، لأن أنا كنت بجهز لكل الأرقام دي، وكابتن مصطفى يعني بشكره طبعا، وبشكر رئيس نادي الأهلي كابتن ياسر، بشكر الجهاز الأهلي والإداريين. يعني هي كانت فترة صعبة جدا بصراحة، كنت بجهز لها من بدري وكده، يعني الحمد لله على كل شيء. ويعني قدرت أكسر رقم مصر في ال 3000 متر موانع، عملت 10:28، وكانت يعني هو كان الموضوع مستعده له من بدري، يعني عشان هو يعني كنت عايزه اتاهل وكده من بدري، وعملت رقم مصر في ال 2000 متر موانع، ولعبت امبارح الخمسه، عملت اول، كنت قريبه من رقم مصر، عملت 17:16 الحمد لله. يعني احب اشكر كابتن مصطفى واشكر اهلي طبعا، كلهم كانوا داعمين ليا، وكل الشكر والتقدير برضو الكابتن ياسر داوود. يعني طيب، نرجع لكابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى بالنادي الاهلي، المنظومه الناجحه، المنظومه اللي يمكن خلوني اقول لحضراتكم ان المنتخبات المصريه في جميع المراحل متطعمه من النادي الاهلي، وابطال مصر والعرب وافريقيا من النادي الاهلي. كابتن ياسر داوود، انا بصفه شخصيه بتشرف اني بعمل اللقاء مع حضرتك. كلمنا عن الدور الوطني اللي بيقوم به الرياضه المصريه والعاب القوى خاصه في المنظومه الناجحه داخل النادي الاهلي. الحمد لله. طبعا عايز اقول حاجه مهمه، ان النادي الاهلي يعني ولاده بسم الله ما شاء الله في جميع القطاعات والسنين اللي فاتت ما زالوا مخلصين ليه، وكلهم الحمد لله كفاءات. فلذا يعني اللاعب ايا كان مكانه فين في جمهوريه مصر العربيه، كلهم يعني عايز اقول بيتوالوا على تدريبه ايا كان مين، كلهم مع احترامي كبير لكل الاسماء، كلهم ولاد النادي الاهلي فعلا. كل المدربين الحمد لله كويسين، يمكن حتى ملك ذكرت كابتن مصطفى، كابتن محمد مسرجه، كابتن تامر، كل مدربينا كلهم على قدر واحد من الكفاءه والاخلاص. ده اللي بيميز قطاع النادي الاهلي ايا كان، لان المصلحه في النهايه بتصب لمنتخب مصر ولمصلحه مصر. طبعا لاعبينا ولاعباتنا بسم الله ما شاء الله كلهم واعدين، وزي ما انت سمعت كده من ملك، وفي عندنا برضو يعني ملك كتير، هم كلهم عندهم هدف واحد، تحطيم الارقام باستمرار، وده اللي بيخلينا باستمرار بنيجي كل بطوله بنتحدى انفسنا يعني. فحاجه جميله، وبنشكرهم وبنشكر كل القائمين على الاعمال، ونشكر الاتحاد اللي وفر لنا هذه الفرصه برضو ان احنا نبين مجهودنا والناس مجهودكم واضح. الحمد لله. كابتن ياسر، تقول ايه لبنتك ملك النهارده، بنت العاب القوى بالنادي الاهلي، للارقام القياسيه اللي اتحققت في بطولات الجمهوريه؟ اقول لها الف مبروك ويتساء كل خير،
ملك بطله كبيره وبنت بطل كبير. والدها كان زميل يعني ملعب، و يعني بتشرف النادي الاهلي، بتشرف مصر والامام دايما، ومنتظرين ان شاء الله ارقام ثانيه وثالثه ورابعه لغايه ما نروح الميداليات الاولمبيه ان شاء الله. ملك الكلام ده عندك ايه؟ طبعا عزيز عليا جدا، انا بحب كابتن ياسر جدا يعني، وبعزه قوي يعني، فبجد شكرا من كل قلبي. ان شاء الله. بالتوفيق. متابعينا الكرام، كان معنا لقاء كابتن ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى بالنادي الاهلي، وبطلتنا ملك عبد الغني ابراهيم بطله مصر وصاحبه الارقام القياسيه. كل التقدير لحضراتكم، تابعونا في لقاءات اخرى.